مساء الفل عليكم، اهلا بيكم، وحشتوني. وصباح الفل لكل اللي بيسمعني الصبح. عاملين ايه؟ وحشتوني وحشني رغينا مع بعض في اي موضوع مهم من موضوعات فيد واستفيد. يلا اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناه باذن الله. ولو عجبك الفيديو ده حط لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الطلبه ويستفادوا، وان شاء الله كده الفيديو يتشاف. اتمنى طبعا تكون الحلقه اللي فاتت عجبتكم، لانه انا طلبه كتير جدا بعتولي واستفادوا جدا جدا من الحلقه. والحقيقه انه انا بشكر جدا كل حد حط لي كومنت ايجابي وشجعني. بجد يا جماعه الموضوع ده بيفرق معايا جدا جدا، ويا رب يا رب كلنا نفيد كده ونستفيد. وطبعا ما تنساش كده النسكافيه كده بتاعك وانت بتسمع الحلقه، او اي مشروب كده يفوقك، عشان حلقه النهارده لذيذه جدا جدا، ويمكن من اهم الحلقات اللي انت بجد هتستفاد منها ومطلوبه كتير جدا جدا الفتره دي. هرجع برضو افكركم ان انت ما تنساش تتابع الصفحه دي عشان مفيده جدا. بنزل لكم عليها بقى ملخصات وكتب لجميع المراحل الثانويه، سواء اولى او تانية او تالتة. طيب تعالوا بقى نتكلم في موضوع حلقه النهارده، واللي هو بجد في غايه الاهميه وما يقلش اهميه خالص يا جماعه عن الحلقه اللي فاتت. وهو ليه الطالب تركيزه بيضيع وهو بيذاكر؟ طيب ليه مهما يعمل جدول مذاكرة ويدي لكل مادة حقها في وقتها برضه مخه مش قادر يستوعب أي معلومة؟ جماعة بعد إذنكم، أنا عايزة أي أب وأي أم دلوقتي بيسمعوني، أرجوكم يا جماعة ركزوا في الحلقة دي جدا، عشان هطلع منها بحلول هتساعد ولادكم في حل أي مشكلة عن عدم التركيز. أنا ابني ما بيركزش، كل الحلول بتاعت عدم التركيز هنلاقيها النهارده. طيب في نوع تاني بقى من الطلبه، اول ما بتيجي كده تفتح الكتاب بتحس انها عايزه تنام، يعني حتى لو انا لسه صاحي ولسه واخد كفايتي من النوم ونايم يمكن اكتر من 9 ساعات، اللي هو اول ما يفتح الكتاب لا انا خلاص انا محتاج ان انا انام. بعد اول ربع ساعه او نص ساعه من المذاكره لا انا عينيا بدات تقفل. دول اكبر مشكلتين يمكن انا حابه اتكلم فيهم، ويمكن كمان اتسالت عليهم كتير قوي. اللي هو انا ليه بيحصل معايا كده؟ هو انا ايه اللي حصل لي؟ انا ليه ما بقتش بركز زي الاول؟ انا ايه لقيت اهرب من المذاكره؟ يمكن هنا في الحلقه دي ان شاء الله هنعرف مع بعض أسباب فقدان التركيز أثناء المذاكرة، ومش كده وبس، كمان إزاي أقدر أحله. وكمان هنتكلم على حتة النوم أثناء المذاكرة، لأن برضو دول موضوعين يمكن في غاية الأهمية. أول حاجة بس حابة أن أنا أنصحكم بيها، إنه أنت لو ما شفتش الفيديو ده فأنت فايتك كتير جدا. في الفيديو ده يا جماعة أنا اتكلمت عن أهم الأطعمة والمشروبات اللي بجد هتزود تركيزك أثناء المذاكرة. يمكن دي أول حاجة أنا بنصحكم في الفيديو ده تعملوها، ويمكن دي أول نصيحة. بجد يا جماعة الحلقة دي مودها مختلف جدا، هتخليك اكتر تذاكر وانت مركز في مود احسن، لاني زي ما انتوا عارفين او للي مش عارف الاكل ليه عامل مهم جدا جدا اثناء المذاكرة. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وهي مهمة جدا. ومتأكدة برضو ان انتوا لو سمعتوا الحلقة دي مع الحلقة اللي هسيب لكم اللينك بتاعها، حرفيا انت مش هيقف قدامك اي حاجة في موضوع التركيز ده باذن الله. يعني الحقيقة بقى انه لو دورت بين الطلبه كده وسالتهم انت ليه مش مركز وانت بتذاكر، يعني او مثلا مفيش حاجه مثلا بيفكر فيها او حاجه شغلاه ومش مخليه عارف يذاكر، طيب انت برضو ليه مش مركز؟ طيب انا لسه صاحي من النوم واخد كفايتي، هيقولك انا معرفش، انا فعلا انا معرفش انا ليه مش بركز. اغلب الطلبه هتقولك انا مخي كده، يعني انا ربنا خلقني تركيزي ضعيف، يعني انا من ساعه ما اتولدت وانا كده. حتى في امهات دايما بسمعهم بيقولوا الجمله دي، انا ابني ضعيف، انا ابني مخه بينسى بسرعه، انا ابني تركيزه دايما ضعيف وعايز دايما ينام اثناء المذاكره. طب يا جماعه عايزه اتاكد بس، او عايزه ااكد على معلومه مهمه جدا، انه مفيش حاجه اسمها انا مخي كده، ربنا خلقني كده، لا. انت اللي بتعمل تصرفات معينة بدأت تخليك تركيزك يقل او استيعابك للمذاكرة يقل مع الوقت. طيب اول واهم سبب من اسباب فقدان التركيز اثناء المذاكرة هو انك حرفيا بتقعد تقول على نفسك كده انا مخي ضعيف، انا مش زي صاحبي الفلان اللي بيحفظ المعلومة وبتثبت في مخه في ثانية. انت من كتر كلامك السلبي لنفسك انك على طول تركيزك ضايع، فبيبدأ مخك يسجل ده، وبتبدأ تحس ان انت وصلت لأعلى درجة من مرحلة فقدان التركيز. طب يا جماعة خلي بالكم، الكلام السلبي ده كارثة في حد ذاتها، ان احنا بنقول ده لنفسنا.
تاني سبب مهم جدا وهو الاكل غير الصحي. كمان عايزة اقول انه مش مركز كده، ومهما اقرأ معلومات انا مش عايزة تثبت في دماغي ان اصلا مخك احيانا كده بيبقى في حتة تانية. يعني اللي هو انا عندي مثلا مشكلة معينة مسببة لي ازمة في حياتي، مشكلة او فعلا ضغط كبير عامل لي مشكلة، فانا فعلا مش عارف اركز. زي بالظبط يمكن اشهر مثال مواجه الطلبة كلها دلوقتي الامتحانات. اثناء فترة الامتحانات فكرة هل الامتحانات هتيجي سهلة ولا صعبة، يبدأ بقى يشوف الامتحانات اللي فاتت وقد ايه مدى صعوبتها، ويركز قوي مع كلام الطلبة في السنة اللي فاتت والكلام ده كله، ويبدأ بقى يتوتر، ويبدأ يحس ان النقطة دي ضغطة عليه مش عارف يذاكر. لا هو انا مهما ذاكرت اصلا الامتحان هيجي صعب، لا دايما الاحياء دايما بتيجي صعبة، لا دايما مش عارف التاريخ بيجي صعب. لا يا جماعة، النقطة دي على فكرة يمكن عامل مهم جدا جدا بتخليك تفقد تركيزك اصلا وانت بتذاكر. يعني حتى لو الامتحان جالك سهل فانت ممكن تشوفه صعب. نقطة كمان مهمة جدا وانا حابة احط تحتها مليون خط يا جماعة، النوم يا جماعة. الناس اللي بتنام 3-4 ساعات بس في اليوم، يعني او الطلبة كمان اللي بيطبقوا، يعني اغلب الوقت كده يجي قبل الامتحانات او في ايام الامتحانات ويطبق ويبدأ يعتمد مثلا 2-3 في اليوم ينامهم وخلاص. لا عشان الحق الم كم كبير من المنهج، لا انا ضايع مني حاجات كتير، لا انا اتعودت على كده. ده غلط جدا. يعني النقطة دي هقول لكم كمان ازاي نتغلب عليها، ازاي انت تقدر تظبط نومك كويس قوي. فعايزة اقول ان ده سبب مهم جدا هيخليك فعلا تركيزك يعني ضايع. حتى لو انت لقيت ان انت فايق، لا انا فايق ومركز، لا بعدها بفترة لا انا فعلا انا مخي مش قادر يستوعب معلومة، انا بنسى بسرعة، انا مخي ممكن اقول معلومة واكتب حاجة تانية. عايزة اقول برضو ان في عامل مهم جدا جدا بيلعب دور قوي، وركزوا جدا في النقطة دي، وهو ان انا يبقى في اي حاجة بتشتت انتباهي موجودة جنبي. زي مثلا ان اكون بسمع راديو وانا قاعد مشغل اغاني، قاعد في حتة مثلا دوشة، قاعد مثلا في اضاءة هادية. يعني دايما بسمع ناس تقولك انا ما بعرفش اذاكر والاضاءة الاوضة تبقى عالية، لا عيني بتوجعني، لازم اضاءة هادية خالص. فطبعا ده كارثة، ده اصلا بيديك احساس بالنوم لوحده. فيعني يا جماعه النقطه دي مهمه قوي. في ناس بتقولك انا ما اعرفش اذاكر والتلفزيون يبقى مقفول، لازم يبقى اشغل التلفزيون قدامي كده ويسليني. النقطه دي من اهم النقط يا جماعه اللي بجد بشوفها في طلبه كتير، اللي هو انا لازم اي حاجه جنبي عشان اعرف اذاكر، اي حاجه شغاله جنبي عشان اعرف ابدا ان انا افتح كتاب. يعني لو قعدت في هدوء كده لا اتشتت. انا كده حاولت اقول لكم اهم، او بمعنى اصح الخص لكم اهم اسباب فقدان التركيز اثناء المذاكره، وحاولت برضو على قد ما اقدر زي ما قلت لكم ان انا الخصهم عشان ما تبقاش بس الحلقه طويله. طب انت رغيتي كتير، قولي لنا بقى نحل الازمه دي ازاي. طيب هرجع اقول ازاي اقدر اساعدك ان انت تذاكر ويبقى تركيزك عالي. اول واهم حاجه، ارجع شجع نفسك زي الاول. انت في الاول كنت بتشجع نفسك تقول انا هقدر وانا قدها، لا ارجع شجع نفسك، ما تفضلش تقول لنفسك انا مخي كده، انا امكانياتي ضعيفه. بطل تقول لنفسك كلام سلبي، دايما مخك بيصدق النقطه دي. ما تقارنش نفسك بزمايلك، ودي نقطه تانية. ما تقولش هم اشطر، تركيزهم اعلى، هم بيحفظوا اكتر مني. يا جماعه انسوا النقطه دي بعد اذنكم، لان مبدا المقارنه ده بيضيع الطالب حتى لو هو شاطر وواثق من نفسه. نقطة دي لكل أب وكل أم يا جماعة، بلاش تقعدوا تقولوا لولادكم انتوا أساسا كده تركيزكم ضعيف، انتوا مهما عملتوا برضو مش تبقى زي صاحبك فلان اللي ما شاء الله عليه وعليه وعليه. لا طبعا انت كده بتربي جواه إحساس الغيرة، إحساس النقص، ان هو دايما مهما عمل مش هيعجبك، هو مهما عمل ومهما حاول انه يجيب مجموع برضو مش هيعجبك. وعلى فكرة ملحوظة برضو، مش كله بالمجموع دلوقتي. تاني حاجة بقى حابة ان انا اتكلم فيها، ويمكن دي هتساعدك جدا انك تبقى مركز كده اكتر وتستوعب اكتر، هو ان مخك او معنى صح ذهنك يبقى صافي. يعني ايه؟ يعني حاول بقى تفصل مشاكلك في حياتك العملية عن دراستك، وخصوصا بقى المشاكل بتاعت الامتحانات. يعني هل بقى الامتحان هيجي صعب ولا سهل؟ هل مثلا ممكن بعد كل المذاكرة اللي انا بذاكرها دي كلها الامتحان يجي صعب معرفش حل زي مثلا السنة اللي فاتت او ايا كان؟ طيب رجعت الامتحان وطلع الامتحان لا قدر الله صعب شويه، او انت مثلا ما حلتش فيه كويس، يبقى هل كده الدنيا وقفت؟ طب ما انا افكر بقى بطريقه احسن شويه. انا مش بقول كلام انشا،
لا، ما هو بالعقل كده انا لو فكرت بطريقه احسن هقدر ان انا اذاكر افضل، فهقدر ان انا هنسى بقى خلاص اللي فات واركز في اللي جاي، ما يمكن اللي جاي ده هو اللي يرفعني. تمام. هقعد مشغلش بالي بالقديم ومشغلش بالي بالدرجات، لاني برضو زي ما قلت قبل كده الدرجات مش مقياس، او معنى صح المجموع مش مقياس، واللي حصل حصل واللي اتكتب اتكتب، انت مش هتقدر تغير حاجه من اللي اتكتب. في طلبه تانية هتقول لي احنا عندنا مشكله كبيره جدا مثلا في حياتنا مأثره علينا لدرجه ان احنا فعلا حرفيا مش عارفين نركز في مذاكرتنا خالص. وعلى فكره هم فعلا ممكن يبقى عندهم حق، لانه ربنا طبعا عالم بظروف كل واحد فينا، بس اللي انا اقدر اساعدك فيه انك تحاول باقصى درجه انك تحل مشاكلك دي. استعين بقى بحد انت بتثق فيه ان هو يساعدك. المهم انك تحلها، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما تحلهاش بطريقه سليمه 100%، بس تحل المشاكل دي، ما تحاولش انها تخليها متلازمه معاك في حياتك عشان تقدر تكمل وتدوس في مرحله المذاكره. نيجي بقى الاهم عامل وهو النوم. بصوا كده، خدوها قاعده، انا لو انا مش نايم 8 ساعات او 7 ساعات مثلا بتوعي كويس، ده هيأثر على اي حاجة بعملها باقي يومي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا لو متعود تروح تلعب رياضة في الجيم، وانت مثلا مش نايم كويس، هتعمل ايه؟ اول نص ساعة ولا يمكن اول ربع ساعة هتتعب، هتبقى مصدع، مش مركز، مش عايز تروح تاني تلعب. رايح شغلك وانت مش نايم، هيبقى حاسس ان يومك كله زي الزفت، مش عارف تركز كويس، مودك وحش خالص، دايما مصدع، دايما زهقان، دايما ادائك مش احسن حاجة. فاللي هو انا عايزه انام، انا هروح الشغل عشان انام، لا انا هروح الدرس انام، انا هرجع من الدرس هنام. يعني انت ما عملتش حاجه، انت مقريف طول اليوم وعمال تنام. ده ليه؟ ده لان حضرتك ما ظبطتش يومك في البدايه اصلا. كفايه ان انت تنام 7 أو 8 ساعات في اليوم. ما جيش بقى الاقي طالب يقول لي انا كفايه عليا قوي 2 أو 3 في اليوم انام فيهم وهبقى تمام خالص، انا اتعودت اساسا، ومهما تقولي انا خلاص اتعودت على النقطه دي، والنقطه دي فارقه معايا قوي وموفره لي وقت ومش عارف ايه. طب انا بقى عايزه اقول لك انك حرفيا مع الوقت، لو انت الموضوع ده نفع معاك اول شهر اول شهرين، انت مع الوقت هتحس ان تركيزك ضايع. مهما كلت اكل كويس، مهما قعدت في مكان هادي، مهما عملت اي حاجه، فكره النوم لو مش متظبط فانت حرفيا تركيزك بيضيع واحده واحده، وعلى مدار السنين قدام هتبقى فعلا تركيزك ضعيف جدا، وهتصاب بحاجه اسمها تشتت ذهني، واحنا مش عايزين نوصل للنقطه دي. اعرف الاوقات اللي تقدر تذاكر فيها وتبقى دي الاوقات المناسبه للمذاكره وتخلي تركيزك عالي. وبالمناسبه كمان انا كنت عامله حلقه عن النقطه دي، اهم الاوقات المناسبه للمذاكره، ايه الاوقات اللي بقى فيها مخي مصحصح وصاحي كده وحاسس ان انا فايق، وايه امتى انام وامتى اصحى، امتى اظبط يومي ونومي والكلام ده كله. برضو هسيب لكم الحلقه بتاعتها في صندوق الوصف، بجد يا جماعه هتفيدكم جدا. نيجي بقى لاخر واهم نقطه بتوقع الطلبه وفعلا بتخليهم مش عارفين يركزوا خالص، طبيعه المكان اللي انا بذاكر فيه. خلينا متفقين يا جماعه ان المكان كل ما كانت اضاءته عاليه، او انك بتذاكر في ضوء النهار كده او اضاءه الشمس، يفرق جدا جدا في تركيزك وحفظك للمعلومه. وعلى فكره مش بيديك خالص احساس بالنوم، اللي هو انا لازم اذاكر في مكان اضاءته كويسه جدا. لو ده حصل فعلا ده هيفرق جدا وانت بتبص على المعلومه فتثبت اكتر في ذهنك. ما ينفعش برضو تذاكر وجنبك اي مشتتات، ابعد اي حاجه، صوت راديو مثلا، ان شاء الله حتى صوت ميوزك، يعني ابعد اي حاجه تشتتك. ما ينفعش تذاكر وانت قاعد وسط بابا وماما بقى قاعدين، انا هقعد جنبهم كده هركز، انا كده بحب اذاكر في النقطه دي قوي. ما ينفعش تذاكر في اوضتك، او اوضتك دي مثلا اطلع على شارع كله دوشه. طبعا ابعد نفسك عن كل المشتتات دي كلها، لانها بشكل او باخر هتشتت تركيزك جدا. الطلبه كمان اللي بتذاكر وجنبها التليفون، يعني انا دايما النقطه دي بتفرق معايا جدا، انا قاعد مذاكر وحاطط جنب التليفون، كل 5 دقايق بيمسك التليفون يشوف كده، يخرج من مود المذاكره، يقول انا هفصل شويه، هقعد على السوشيال ميديا شويه، ويبدا الوقت يسرقه وما يحسش بنفسه، ويلاقي نفسه قاعد بالساعه والساعتين وهو فعلا المفروض ده كل ده بيذاكر. عود نفسك انك تذاكر 45 دقيقة، بعد كده خد بريك. ما ينفعش وقت البريك تبقى قاعد مكانك، ارجوكم ركزوا في النقطة دي، ما ينفعش وقت البريك تبقى قاعد مكانك وتبقى قاعد ماسك التليفون، لا، قوم حرك جسمك، لازم تقوم.
قوم مثلا اعمل حاجه تشربها، قوم صلي، قوم كل فاكهه، قوم اعمل اي حاجه، المهم انك تتحرك لان ده بيخلي تركيزك اعلى. دايما خلي المكان اللي انت بتذاكر فيه مترتب كده ومكان هادي، ما تذاكرش دايما قدام عينك السرير، ما تذاكرش دايما على السرير، دايما اقعد وانت ظهرك مفروض، اقعد على المكتب. الفيديو ده انا كنت عملته برضو عن اهم الاماكن المناسبه للمذاكره، ده هيفيدكم جدا، تقدروا تسمعوه. وعايزه برضو انصح اي اب واي ام بيسمعوني، ارجوكم يا جماعه هيئوا لاولادكم مكان مناسب للمذاكره، ساعدوهم ان هم يذاكروا في مكان كله حماس وطاقه ايجابيه، يعني مكان كمان يبقى خالي من المشاكل والضغوطات النفسيه، ساعدوهم ان هم يحلوا اي مشكله بتقابلهم. حاولوا كمان انكم تصاحبوهم وتكسبوهم وتكسبوا صداقتهم، لان ده بيرجع لمصلحه ابنك او بنتك. كده بقى انت لو طبقت كل النصايح اللي انا قلت لك عليها دي، وعرفت ايه الغلطه اللي انت بتعملها وانت بتذاكر ودايما مخلياك مش مركز، يبقى ان شاء الله تقدر تحلها. ونصيحه يا جماعه، ذاكروا بطريقه صح تسهل عليكم الحفظ المعلومه. وكده عايزه انصحكم برضو بنصيحه حلوه جدا، ان انتوا في كده اكتر من فيديوهات انا كنت عاملاها عن تنظيم الوقت وازاي اذاكر صح والكلام ده كله، تقدروا تشوفوها وتطلعوا عليها، بجد هتفيدكم جدا. كده تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. طبعا مستنيه رايكم في الكومنتات، وعايزه اقول لكم لو وصلتوا لغايه هنا اشكركم جدا جدا ان انتوا سمعتوا الحلقه لاخرها. وطبعا انا عايزه ارائكم واقتراحاتكم الفتره الجايه نتكلم عن ايه، اكتبوا لي في الكومنتات. ويا ريت لو عجبك الحلقه تعمل لايك وشير، وشكرا جدا جدا، واشوفكم في حلقات تانية جديده. سلام.